أنت قابلت واحد، اتكلمت معاه، عنده خطأ ما في العقيدة، نقطة مش واضحة عنده، بيسمع أو سمع شيخ قال معلومة مش مظبوطة، أنت بتعمل إيه؟ بدل ما تنصحه، تعلمه، تفهمه، أنت بتصنفه، بتقول له أنت قبوري، أنت صوفي، أنت أشعري، أنت معرفش إيه، أنت إيه، وتبدأ تعمل تصنيفات، تبدأ تعمل بينك وبينه حواجز، يكرهك، ده بيكفرني وبيضللني، بيقول علي ان انا ضال، بيقول علي ان انا من الفئات اللي هتدخل النار، من الفرق الهالكة، ده هو اللي هالك، يكرهك، يبعد عنك ويمشي اكتر واكتر في الغلط، او يسيب كل حاجة ويسيب الدين عن خالص، لانك انت ما علمتوش. اسأل نفسك سؤال، هل نيتك لما كنت بتكلمه انك تعلمه، انك تقربه لربنا، انك تصحح له المفهوم، ولا نيتك انك تتكبر عليه، انك تثبت له انك صح وهو غلط، انك تبين له ان انت احسن منه؟ هي دي المشكلة. تصنيفات والتفريقات بتبعد الناس، بتفتنهم وبتضلهم زيادة وبتفرقنا زيادة. يا اخي، اللي انت شايفه بيقول حاجة غلط صلحها له، انصحه، ادعوه. ده ربنا امرك لما تتكلم مع الكافر لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. امرك لما تجادل اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال لك اتكلم مع الناس ازاي؟ قولوا للناس حسنى. لما قال لك تجادل أهل الكتاب قال إيه؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا نتفق، تعالوا نشوف اللي إحنا متفقين عليه، تعالوا نقرب، تعالوا نشوف الصح، ندعوهم، نفهمهم واحدة واحدة، مش نصدهم، مش نقول لهم أنتوا مش معانا، أنتوا من الفرق اللي معرفش إيه، أنت تبع كذا. لا 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 لا، محتاجين نغير أسلوبنا، محتاجين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ربنا قال للنبي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا قال لسيدنا موسى النبي وسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون الآن أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى أنت لو نيتك إن عايزه يتذكر ويخشى، لو نيتك إنك عايزه يحس ويقرب لربنا ويفهم دينه صح، مش هتعامله بالطريقة دي، ومش هتجادله بالطريقة دي، ومش هتتكبر عليه بالطريقة دي.